مستر ميكي ممكن تقول حاجه بعد اذن سعادتك؟ قول للحاقدين اللي انت عايزه بقى. بص يعني ده بقى بص. شوف انا مش هقول لك كلمه واحده. And he came out and he was like, well, all I want to do is acting, but thanks. Damn. He was like, I'm an actor. Look, we are singing the rap, okay? Yeah. With good flow. With good flow. ماشي؟ أيوة. singing the motherfucker والحاجات دي. زمازفاكا وحاجات البلاك. صحيح. في الفيديو ده هنعرف ليه احمد مكي واحمد الفيشاوي زي بعض بالظبط، بس مش في كل حاجه. اعمل لايكك الجميل، سبسكرايبك الجميل، علشان دي الحاجات اللي بتخلينا نكمل ونعمل فيديوهات تعجبك او مش تعجبك يعني. ولا بلا جلا جلا نطلع من البلا بلا بلا بلا. عارف حسن تنين وفوقش الجيل؟ دول الجدين اللي جه منهم حزلقوم. بس قبل ما اقول لك ازاي هقول لك حاجه تانية الاول. اعمال الفيشاوي اكتر بكتير من اعمال مكي، لان مكي بيحسبها وبيفكر كتير وبيقرر وبيخاف من الفشل، ويفكر كتير عشان بيخاف من الفشل. هو انا بشوف ان اللي بيعلم الانسان الخبطات مش النجاح. انت لما تبقى ناجح هتكتسب ايه؟ عكس الفيشاوي اللي مش فارقه معاه اصلا، واسمه اعلى من اسم مكي في السوق، مضمون اكتر من مكي، رغم ان مكي ما فشلش في اعمال كتير، بس ده ان دل على شيء يدل ان اعماله اصلا قليله، لانه حبس نفسه في الكبير قوي فتره طويله، واللي عمله فيها كان استنزاف لمجهود. لان مكي جوه الكبير لعب كل الشخصيات، كبير قوي والكبير خالص وشمس الزناتي وتركيا تركيا دي جاب لي نعيم الحلاج ولا بعديه؟ وانت رايح طريق اليونان مو ظابطه يكون عندك اولاد واحد منهم مثل كلب البحر. وبريزون بريك. بوراي بص يا عم بوري، ماريا برينجي. لعب في كل حاجه. جوه الكبير مكي كان في الامان، بايع ومضمون والناس مجرباه. بره بقى في السينما الناس كانت بتجرب، بس مره في مره قلقت. مره بعد سيما علي بابا الناس قالت ان التجربه دي كانت تجربه مقارنه بالافلام اللي فاتت تجربه فاشله وان انت سقطت فيه. ومره تانية بعد سمير ابو النيل عشان ما جابوش فلوس كتير، ويمكن ده عشان كان في مرحله الثوره وما تلاها. بس اتقال زمان ان دي نتيجه اغنيه الميدان بتاعت مكي، تم التضييق عليه. تحلب متسلق. بس انا عايز اقول لك الخلاصه ديل الكلب عمره ما هينعدل. انما الفيشاوي في الفتره دي واللي بعدها اشتغل كتير وعمل ادوار كتير جدا، خصوصا ان ماضيه من اعماله تشفع له. عمل عفاريت السياله، وعمل مسلسل حديث الصباح والمساء، وبعدين معروف. وابن فاروق الفيشاوي الفنان الكبير حبيب الناس. المهم ان مكي والفيشاوي اتقابلوا وتلاقوا فكريا في مرحله نتج عنها اعمال جميله جدا وكلنا بنحبها، وهقول لك ازاي. احمد مكي مخرج خريج معهد السينما، ومشروع التخرج بتاعه فيلم الحاسة السابعة، اللي بعد كام سنة من تخرج أحمد مكي أخرجه تاني وخلى الفيشاوي بطل الفيلم. وهذه الفترة اللي مكي والفيشاوي بقوا صحاب، شقق، زمايل، ويمكن يكون السبب ده هو اللي خلى علاقتهم أقوى وخلاهم يتأثروا ببعض جدا. الفيشاوي ابن ناس هاي، تربية مدارس أجنبي، فلوس وعربيات وفلل وسهر، اللهم لا حسد يعني. ومكي ابن الطلبية، ابن البلد الجدع اللي بيحب الحمام وبيروح الجيم وبيسمع راب وعشوائي بس مثقف. وده مخرج وده ممثل. تعالى بقى نكتشف بعض، اعرف منك ولاد البلد وانا اعرف منك ولاد الناس. ابتدوا بالحاسه السابعه. الحاسة السابعة. فيلم الحاسه السابعه في 2005 ما نجحش نجاح كبير، هو كان مختلف. ايه مشكلتك؟ قصدك ايه مش مشكلتك؟ انا حياتي كلها عباره عن مشاكل ملهاش حلول. ادتني الدنيا ظهرها وشلوت وبوكس ورطمه مولد واتفرج. بس طريقه وصولهم هما الاتنين كانت مختلفه عن بعض. احمد الفيشاوي ابن فاروق الفيشاوي، ابن فنان كبير وليه اسم كبير، واول ظهور ليه بيبقى في فيلم المرشد سنه 1989 بدور الطفل تامر مع فاروق الفيشاوي. ابناء عاملين يعني. احمد مكي بقى خد السكه من ناحيه تانية خالص. هو ممثل ومخرج وكاتب ومغني راب من اصول جزائريه، وكان عاش في الطلبيه واخرج افلام كتير. فتلاقي احمد الفيشاوي اشتغل في 63 عمل واحمد مكي اشتغل في 27 عمل بس. لكن هتلاقي احمد مكي سهمه طالع اكتر من احمد الفيشاوي، مع ان احمد الفيشاوي مضمون اكتر. وعشان هو ابن فاروق الفيشاوي فبيشتغل في حاجات جامده قويه مع ممثلين اقوياء، جرب كل حاجه واكتسب خبره من كل الفنانين الكبار اللي اشتغل معاهم. وده اللي خلاك تتقبله في تامر وشوقية اللي كان بطوله الفيشاوي. جات لي فكره كول. انت مين؟
انا هيثم صاحب تامر. مكي عمل شخصية اتش دبور الهاي ابن الناس فايرال دبور، وراح عمل فيلم مع عادل امام، وهتلاقي في الفيلم ده شكل وروح مكي مزيج غريب جدا من سندوتش الطعمية بالسوشي، لوكال قوي بس مذاكر ومثقف وثقافته واسعة وقاري وشايف افلام. بعدها في نفس السنة بيعمل احمد مكي قصة مسلسل فوق الجيل، واحمد الفيشاوي بيعمل حسن التنين، نفس الشخصية بالظبط، الشاب الشعبي اللي بيعمل مواقف لطيفة وبيتكلم باسلوب معين وبيلبس بطريقة معينة مختلفة عن كل اللي حواليه بالظبط. حزلقوم اسمه حزنبول. حزنبول مين يا اللي تتشك بطني؟ المسلسلين دول فوش الجيل وحسن التنين ما نجحوش قوي في وقتها، ورجعنا ندور تاني طب نعمل ايه، ولو انت ما تعرفش نعمل ايه اعمل سبسكرايب. ونرجع تاني بقى بعد ما عملوا مع بعض الحاسة السابعة بتمثيل الفيشاوي ورؤية مكي وصوته. بص يمينك ليه يا حيوان؟ ايه ده؟ في كتير زي هش اخرس كلاكيت. تومتشي لن انسى لك هذا، لقد خطفت امي وعلقتها وسرقتها واشعلت فيها النيران وهي الان حزينه. نحن كثيرون جدا، انت واحد فقط، وكثيرون طبعا سيغلبون الواحد فقط. اختلفوا بقى على حسن وفوش او تحدوا بعض فصيقتوا سوا. مكي ميكس، هو فعلا ميكس ما بين كل حاجه، بيغني وبيألف وبيمثل وبيخرج ميكس. احمد الفيشاوي ممثل شاطر، ابن فنان مشهور وده يشفع له، عامل مجنون تقريبا او هو بيقول على نفسه كده يعني، مش طبيعي، وبيعرف يمثل وبيكتب اغاني وبيغني راب. تحس كده ان هما الاتنين شبه بعض، فيهم من بعض، فيهم حاجات زي بعض. نرجع تاني مكي ابتدى يعمل فيلم طير، بس مكي عمله باحترافيه، عمل دبور والكبير والخليجي وفيرالت قوي شخصيه الكبير مع الناس. طب يلا بقى، طب هنعمل ايه؟ هنعمل مسلسل ونسميه الكبير ونعمل فيه كل اللي احنا عايزينه، الكبير قوي وابوه وجوني، ولحد هنا انت بتلعب في المضمون والناس حبانه، ومسلسلك بيتعرض على الفطار في رمضان ومفيش اي مشاكل. مكي بيجي يعمل لا تراجع ولا استسلام، فتفايرال شخصيه حزلقوم. بعد كده تقول الكلام اللي بقولك عليه بالظبط، ما تزودش. انا كنت بحط التاتش. تاتش ايه ونيله ايه؟ تاتش ايه ونيله ايه؟ هتشلني. وبيدخل حزلقوم في مسلسل الكبير باحترافيه. انا بصلي على النبي اسمي حزلقوم الكبير قوي قوي. اخونا. بما اننا بقى اخوات يبقى على راي المثل اذا كنتوا اخوات اتحاسبوا. ده بايننا هيبقى مرار طافح. ويلا بينا نعمل حزلقوم في الفضاء في فيلم سيما علي بابا. بينزل الفيلم بيصرف، مع انه كان فيلم حلو جدا والناس دي تعبت جدا عشان تطلع الشغل ده، وقلت الكلام ده قبل كده في حلقة محمد سلام، ولو ما شفتهاش روح شوفها. خلاص خلينا في الامان، شخصية حلوة، مسلسل كوميدي في رمضان، الجزء الاول والتاني بينزلوا يكسروا الدنيا، وارجع تاني بحزلقوم واشوف ايه الدنيا، ينجح ويستمر مع الكبير وجوني ونلعب تاني، وحزلقوم يورث منجم فحت ويبقى ملياردير ويرجع يشتري البيت الكبير. يعني انت الراجل اللي هيشتري الدوار والاراضي والزرايب وكله؟ ايه يا عم انا اللي اشتريت. ونجيب النعيم. والنبي انت يا برنس، دي اصعب اللي انا قلتها، ولا نكلف نفسي ده ولا اجيب ميكروفون ولا نجهز مخدرات. بص يا باشا، يعني مستعد؟ طبعا مستعد. ويتعب مكي فيقع. الوقت ده انا جالي الفيروس ده، فيروس هو للاسف هو نفسه ملوش علاج، هو بيضرب لك حاجات وانت بتعالجها لوحدها. ساعتها كان في تبادل ازايز ميه في مكان كنت بلعب فيه اندر جراوند بتاع بوكس، فرحت العب، فكان هناك ازايز الميه كلها نفس الشكل. انا اعتقد ان هو بعدها حصل كده، اتلخبطت كتير بين الازايز بيني وبين الناس كذا مره تحصل. انا شكيت، وصلت معايا والله اني شكيت انه مرض خبيث يعني، لان ما كنتش بعرف ابلع ميه، قعدت يومين شفايفي مقطعه مش عارف ابلع. احمد الفيشاوي عمل ايه الفتره دي؟ تلاقي الفيشاوي بيعمل راب في ورقه شفره، يعمل تيم ومعاهم القمر دي. راحت فين القمر دي؟ مين القمر؟ مين دي؟ هو عمل حاجات كتير جدا، لانه بيمثل من سنة 85، من ايام لما كان عنده 5 سنين، فلو بصيت هتلاقي العلامات اللي شكلت مسيرته، عفاريت السيالة والحاسة السابعة، ودوره في فيلم ورقة شفرة، راجل بيسف بس. خلي بالك في افريقيا. بس بقول لك ايه، الايام دي بقى ايه، ما ينفعش تتكلم كتير في السياسه والدين وحاجات كده، عشان الايام دي بالذات فيها لبش جامد قوي ما بين فتنه طائفيه وحاجات كده، يعني ما بين الزنوج والسود. الناس بتتقبله، ويبتدي الفيشاوي يعمل حاجات مختلفه، هتقولي راجل وفيلم ولاد رزق وخربين الدنيا كلها وليتنا والشيخ جاكسون. بيعمل القرد بيتكلم مع عمرو واك، بارودي. هي مش سرقه ولا اقتباس، هي كاتيجوري كده ليها فانز كتير جدا. البارودي هو فن التريقه على الافلام، او يعني رؤيتها بشكل تاني، نقدها او السف عليه. ناس كتير عارفه الافلام دي، ببساطه بنتريق على الفيلم المشهور جدا وبنضحك وبنضحك الناس وننبسط كلنا، وكمان بتاخد جزء من الريتش بتاعه.
بتاخد جزء من جمهوره، فالفيلم بينجح، بنتلزق فيه فنطلع شويه لقدام. وده احمد مكي كان بيعمله طول الوقت من اول جزء في الكبير، يعمل رأفت الهجان ويجيب محمد ثروت يعمل محسن ممتاز. انا شاكك ان توماس ده جاسوس. وايه اللي حسسك ان توماس ده جاسوس؟ ده نفس السيناريو اللي حصل مع جمعة الشوال مع الرئيس زكريا، طبعا حضرتك عارفهم يعني هم والوالد يعني زملاء. وعشان مكي عنده افكار كتير فعشان ينفذها محتاج ممثلين كتير، وهو مؤمن جدا بالممثلين الصغيرين اللي لسه محدش يعرف، فتلاقيه طلع معاه نص الفنانين اللي على الساحه، من اول محمد سلام ودنيا سمير غانم لحد بيومي فؤاد واحمد فتحي ومحمد شاهين. وعلى ايه تكاليف؟ على ايه؟ ما الناس ها. الاجزاء الاولى من الكبير مر عليها ممثلين كتير جدا، وده اللي كان مكي بيعمله طول الوقت. انا عندي رؤيه وفكره ومشروع وهساعد اي حد موهوب ينور معايا، بيطلع بيهم ومعاهم. عكس الفيشاوي اللي مكانه اصلا كبير، هو مش محتاج يعمل كده. هو كابن لفاروق الفيشاوي كان دايما ادواره مع ناس كبار ومعروفين واقدم منه، من اول اسامه انور عكاشه شخصيا، وهنعمل عنه حلقه ان شاء الله. عموما اجمد اعمال لاحمد الفيشاوي اللي كان فيها ناس تقيله شايله معاه، عكس مكي اللي شايل القصه كلها لوحده بس بيجيب حد ينور معاه. اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو مش عايز مش مهم. يرجع تاني بقى، فيرجع مكي يعمل مسلسل الاختيار. كسرت ايه يا ابني؟ انت جايبه من بيتكم؟ وكمان شويه يعمل الكبير تاني ويكسر الدنيا تاني، والجزء السابع 50%. يقول لك حزلقوم مرشح نفسه لرئاسه النقابه، اتخانق مع اشرف زكي بالعيد وحصل مشكله كبيره، وباسم سمره بيصالحهم دلوقتي. بس يعمل اغنيه تفايرل وينزل اغنيه مع ويجز، فيرجع تاني احمد مكي موجود على الساحه، واحمد الفيشاوي خاربها، بيعمل تاتوهات كتير وبيعمل افلام كتير تغرق كلها في الطوفان. ويرجعوا في الصيف وهما الاتنين قرروا يعملوا دور اشرار، فتلاقي فيشاوي روبوت في رومي الغلابه اللي اصلا بقاله كتير قوي بيتصور وينزل السنه دي مع مكي وقراره، ويطلع مكي شرير ومافيا كبير. احنا مش بنقارن الاتنين، احنا بس بنقول ان الاتنين فعلا شبه بعض تقريبا في كل حاجه، ودي حاجه ما تضرش اي حد فيهم، بالعكس هما الاتنين شبه بعض، ولكن هما الاتنين مش واحد. يعني كل واحد فيهم بشخصيه مختلفه عن التاني. الاتنين بيعملوا اشرار، بس ده هتلاقيه شرير في حته وده شرير في حته، مع انهم بيعملوا نفس الحاجه. اول سبب في التشابه ان هما من نفس الفينتج، نفس العقد، وتقريبا نفس الجمهور. يعني اللي بيحب احمد الفيشاوي بيحب احمد مكي حتى وهو مش واخد باله. يعني احمد مكي بينزل اغنيه اغلى من الياقوت بتخش تسمعها، واحمد الفيشاوي بينزل اغنيه نمبر 2 تخش تسمعها عادي، والاتنين عاجبينك والاتنين حلوين. احنا مستنيين سفاح التجمع، دور جديد جدا على الفيشاوي، وهو هيعرف يعمله كويس جدا، في كل المواصفات المطلوبه زي مكي برضه. عبقريته في اتقانه للاداء. مكي لما بيتكلم صعيدي ما بيغلطش ولا غلطه. واحد كان مفرفش وبيتفرج على هيفا يا عم تتلوح، رجع لقي هاني شاكر عم ينهار. ولما بيتكلم سوداني بتحس ان هو سوداني فعلا. كل زول لي زوجة بتاعه الا انا ما عندي مرة. ليه بس كده بس كده بس؟ ليه بس كده بس كده بس؟ يعني تروح تبص عليه في الضابط مع 10 عرب وقاعد معاهم في سينا وبيتكلم زيهم. شرق الجامع ولا غرب الجامع؟ علامك بتسأل وبتتساعد. لك عند السوار كشيء؟ لا والله ما في شيء، سلامتك. احمد مكي كل اعماله تقريبا عايشه معاك، ولو بتتفرج على التلفزيون وعدى قدامك احمد مكي في اي دور ليه هتقعد تتفرج عليه. انما احمد الفيشاوي يعني فيها كلام ليه، في حاجات ممكن تقعد تتفرج عليها وفي حاجات ممكن تغيرها تروح تدور على احمد مكي. مكي والفيشاوي فيهم من بعض كتير بس مش زي بعض. احنا بنحبهم هما الاتنين ونفسنا نشوفهم طول الوقت في مسلسلات وافلام وكليبات واعلانات. بس الفيشاوي وعدنا بسفاح التجمع ومستنيين يطلع الجوكر، مش هقول لك هيث ليدجر بس يعني هيطلع خواكن فونيكس كده، هارلي كوين حتى، يعني حاجه كده يعني. ومكي لا حس ولا خبر. احنا عمالين نشوف اخبار كتير ولا واحد منها مؤكد، فمسهل. بس بقول لك ايه، قول لنا لو مكي والفيشاوي عملوا فيلم سوا تفتكر هيبقى شكله ايه؟ هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ اعمل بقى لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. احلى مسا عليك.